ده مش كلام ظابط. طبعا ظابط، بس مش كلام ظابط صغير. يعني ده مش مثلا مسؤول الاعلام في الوزاره، لا، دي رساله سياسيه من وزاره الداخليه للرئيس عبد الفتاح السيسي والاجهزه الاخرى. يعني انا مش هاخد اي فواصل في الحقيقه عشان نربط الكلام كله ببعضه، لانه بيان وزاره الداخليه النهارده مختلف. يعني ايه؟ يعني في صياغته وفي الفاظه وفي معلوماته. شوفوا ما يقوله وجهه النظر او وجهات النظر المختلفه. في وجهات نظر كتير فيما يخص فيديو حسم، بما في ذلك وجهات نظر قيلت جوه مصر وعلى لسان اعلاميين تابعين للنظام، تقريبا قالوا انه ده فيديو قديم ودي معلومات مش صحيحه ودي ناس بتهول ما عندهاش اي قدره ودول ناس اتضربوا والموضوع ده انتهى ومات هذا التنظيم مواتا شديدا. لكن بيان وزاره الداخليه النهارده ما بيقولش الكلام ده. وفي الحقيقه قبل ما اقرا لحضراتكم البيان احب اقول لكم انه انا مش هقرا لكم البيان طبعا كله، هقرا لكم اللمحات الرئيسيه اللي انا استوقفتني يعني. لكن حسيت للحظه كده بعد ما قريت البيان مرتين ان كانه في لغه حوار بس بالرصاص ما بين حسم وما بين وزاره الداخليه. مثلا شوف البيان بيقول لك وزاره الداخليه استمرار لجهود وزاره الداخليه. حضراتكم طبعا عارفين جهود وزاره الداخليه لغايه دلوقتي حبسها بتاع 100,000 بني ادم. لكن يقول لك في الحفاظ على مقدرات الدوله. ده مش كلام ظابط. طبعا ظابط، بس مش كلام ظابط صغير. يعني ده مش مثلا مسؤول الاعلام في الوزاره، لا، دي رساله سياسيه من وزاره الداخليه للرئيس عبد الفتاح السيسي والاجهزه الاخرى. يعني البيان ده مش اقل من السيد الوزير حط ايده فيه، حط قلمه فيه، والسيد رئيس قطاع الامن الوطني اللواء عادل جعفر اللي ما بيحبش نقول اسمه، بس انا بحب اقول اسمه. الجمله دي، الثلاث كلمات دول، الحفاظ على مقدرات الدوله، وكأن لا يوجد احد يحافظ على مقدرات الدوله ويحافظ على مصر الا مين؟ الا وزاره الداخليه وجهاز الامن الوطني. اسيبها مفتوحه واسيب الحكم لحضراتكم. وبيقول لك وحاله الاستقرار الامن التي تشهدها البلاد، دي طبعا موجوده دايما في كل الخطابات وفي كل البيانات، والتصدي لكافه المحاولات اليائسه لجماعه الاخوان الارهابيه لزعزعه الاستقرار الامني، كل ده موجود مسبقا. لكن في هنا اقرار بمعلومات. رقم واحد بيقول لك وردت معلومات تتضمن اطلاع قيادات حركه حسم. يعني في حركه وفي قيادات، ويسميها، ما فصلهاش، بيسميها انها الجناح المسلح لجماعه الاخوان الارهابيه. ودي تقريبا اول مره يجمعهم مع بعض. يعني كان طول الوقت يقول حركه حسم لوحدها وجماعه الاخوان المسلمين الارهابيه لوحدها. النهارده بيقول ان حركه حسم دي هي الجناح المسلح لجماعه الاخوان. الهاربه بدوله تركيا، الاعداد والتخطيط. سيبك من كل بقى الكلام ايه اللي هو موجود طبعا قدام حضراتكم. اكيد هتلاقوا البيان موجود على صفحه وزاره الداخليه وموقعها الرسمي. لكن انا هنا استوقفني بعد الاسماء طبعا يحيى السيد ابراهيم محمد موسى، احد ابرز المؤسسين لحركه حسم، المؤسسين ومشرف على هيكلها المسلح والعسكري، واغتيال قضيه النائب العام. كلنا عارفين اغتيال قضيه النائب العام وشفنا لهذه القضيه طبعا. لكن استوقفني انه بيقول في بيانه اربع قضايا كبيره. بعد اذنك يا استاذ حسان اقف هنا، شكرا. شوف بيقول لك طبعا بيذكر اسماء المتهمين، بيذكر القضايا اللي هم منسوبه اليهم،
بيذكر الأحكام الصادرة عنهم، لكن بيتكلم على قضية محاولة استهداف الطائرة الرئاسية. بالنسبة لنا طبعا عمري ما عرفت ان في قضية بالمعنى ده، لا اكذب والله. طبعا رجعت لقيت في خبرين وفيديو للاستاذ احمد موسى من سنة 2019 و21، ولما دورت اكتر لقيت ان هم هيجيبوا دوشكا ده مدفع مضاد للطيران كبير الحجم، وهيحطوه جوه شقة وطائرة الرئيس بتطلع هيضربوا عليها. بعيدا عن امكانية حدوث ده في الواقع العملي يعني، وامكانية انه مدفع زي ده والمدى والمدفع يبقى مكانه فين علشان يأثر في طيارة في ران واي جوه مطار، اصلا المسافة ما بين سور المطار والران واي ولا 10 دوشكات تعمل، يعني من حيث المنطق وبديهيات الاشياء. طيب، وبعدين بيكلمك عن حادثة تانية، عملية اغتيال مقدم شرطة في اسم النزهة، ثم يكلمك عن حادثة ثالثة، عملية اغتيال أمين شرطة في الشرقية بيشتغل في الأمن الوطني. يعني أنت بتقول، أو مش أنا اللي بقول بقى، وزارة الداخلية بتنسب للتنظيم ده 5 حوادث كبرى. قولوا لي انتوا مين منكم بقى حس بهذا الكلام وهذه الحوادث؟ لو ذكرت هتلاقيها ذكرت كده، ذكرت بس كده لم تسلط الضوء الدولة دي اللي لما بتلاقي واحد ماسك مطوة بتعمل له فيلم. لم تسلط الضوء على ال5 حوادث دول باستثناء قضية النائب العام، لانه كان فيها تفاصيل والسيسي راح واتكلم مع الاسره والقصه دي. ال4 القضايا التانيين اللي فيهم 2 فيهم اغتيال، فيهم ضحايا، فيهم شهداء، لم يذكروا في الاعلام ولم يضخموا ولم يتم الحديث عنهم غير كده، يعني ايه طشاش، الا بعد كام سنه بقى قضية فيهم 22، أقدم قضية 21 بتتكلم عنهم أنت بوضوح في بيان سنة 25. هل بقى قررتوا تعملوا بيانات فيها معلومات، ولا اللي قبل كده ده ما كانش مهم، ولا التنظيم ما كنتوش عايزين تحطوا عليه أضواء فما يبانش إنه مهم وخطير، والبيان الفيديو الأخير اللي هم عملوه خضكوا فقررتوا تعملوا رد فعل وشراسة؟ تفاصيل كتير جوه البيان. لم اعتاد على هذا الخطاب وهذه الدقة من وزارة الداخلية، وخصوصا الجملة اللي بتقول لك مقدرات الدولة المصرية. يعني هو استراتيجيته الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية، مش استراتيجيته الحفاظ على الأمن، لا. توسع قطاع الامن الوطني ووزاره الداخليه بقت زيها زي ايه؟ زي الجيش، عشان تبقى انت قاعد على الكنبه وانت قاعده بتقوري الكوسه فاهمه اللي بلد ماشيه والتركيبات بتاعت البلد ماشيه ازاي. على ايامنا وزاره الداخليه معنيه يا استاذ احمد بضبط الامن الداخلي والانضباط، حتى لما بتتكلم على عمليات ارهابيه كانت تتحدث عن مكافحة العمل الإرهابي يعني. لكن لما تحط في رأس البيان وظيفة جديدة لوزارة الداخلية، ده معناه ان احنا في احتفالات تخريج دفعة الشرطة الجديدة هنشوف قسم مختلف. الضابط لما يخرج بيعتبر في عقيدة ال4 سنين تدريب وتأهيل أكاديمي وقانوني وأمني انه زيه زي ضابط الجيش. ده بيحافظ على مقدرات الدولة المصرية وده بيحافظ على مقدرات الدولة المصرية بس.